كسرة محشية بذوق التاكوس من أروع وأبن السندويشات اللي رايحين تجربوهم. السلام عليكم ومرحبا بكم. ما نساوش دايما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله درت لكم أبن وأروع سندويش أو كسرة محشية بذوق التاكوس. واحد البنة راح تنسيكم كامل في كامل السندويشات بديك العجينة، يعني تجيكم يعني تذوب في الفم وتقرمش روعة روعة. شوفوا كيفاه يجيو واحد الحشوة، يعني بنينة بنينة. تبعوا معايا المقادير. عندي هنايا كاس ونص نتاع السميد. هنا راح نستعمل نص سميد ونص فرينه لانه المره اللي فاتت كنت درت لكم بالفرينه، واليوم درت لكم مخلط كاس ونص سميد مع كاس ونص فرينه. تقدروا ديروا زوج كيسان. راح نعطيكم قد تخرج لكم. انا استعملت الملعقه هذه صغيره. شوفوا، اذا استعملتوا زوج استعملوا هذه الملعقه. درت ملعقه نتاع خميره وزوج ملاعق نتاع سكر. نخلطوا هذيك السميد مع الفرينه والسكر والخميره ونروحوا نبسوا بالزيت. هنايا عندي 4 كاس وربع كاس. دوك الكميه هذه تاع كاس ونص سميد وكاس ونص فرينه راح تخرج لي 6 حبات. نتوما اذا درتوا زوج رايح تخرج لكم 8. كما قلت لكم جست تستعملوا نفس المقادير، بدلوا غير الملعقه. اذا استعملتوا زوج كيسان نبسوا هذاك الزيت، ومن بعد نحطوا هنايا ملعقه صغيره نتاع ملح وربع ملعقه، يعني نصف ملعقه نتاع خميره الحلوى. هنايا شوفوا بالنسبه للماء ما يكونش سخون ما يكونش دافي، يعني جست تنحلوا البروده هذيك تاع الماء فقط وتبلوا به عادي. هنا داني حوالي كاس ربع نتاع الماء حتى الكاس، درك على حساب الفرينه والسميد تاعكم. نلموا هذيك العجينه تاعي ندخلوها في بعضها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، حوالي دقيقه ولا دقيقتين فقط وانتم تعجنوا جوست حتى تولي لنا هذيك لاباط تاعنا ملسه بهذا الشكل. نعاودوا نلموها كامل، نحطوها العجينه تاعي هذيك في ساشي ونخليوها تتخمر. يعني تقدروا تخليوها ساعه ساعتين، ما راح يصالها والو. هذه العجينه تاعكم تقدروا تحطوها في الثلاجه وبعد تخدموا بها على قد ما تخليوها وهي مليحه. هكا نروح نحضروا الحشو تاعي. واش نستعملوا كيما الحشو العاده، كيما راني نعت لكم هذه لاستيس حتعاونكم بزاف باه يجيكم الحشو تاعكم بنين وما يبقى لكمش محبحب بال ريزيبيس تاعكم. حطيت ملعقه نتاع زيت، عفوا ملعقه خل وزوج ملاعق زيت. نحتاج هنايا كركم، زنجبيل، راس الحانوت حمار، كمون. ونحتاج راس الحانوت وتوابل الدجاج ولا الشاورما اللي عندكم. نخلطهم مليح ومن بعد نروحوا نجيبوا الدجاج تاعنا اللي كنت قصيت. انا استعملت هنا 4 صدر فقط تاع دجاج، راح يعمل لكم 6 سندويشات. راح نخلطو مليح ونزيدو هنايا انا فقط نسيت الثوم وعاودت حطيتها. حطوا زوج فص نتاع ثوم وعاودوا خلطوا مليح. خليو الحشو تاعكم اذا كنتي مزروبه تقدري تستعمليها طور، اذا ما زلتي خليه حتى توجدي باقي الحشو والعجينه تاعك وحطيه يتقلى. شوفوا هنايا العجينه تاعي بعد ما ارتحت لينا خليتها بالتقريب يعني ساعتين، يعني خدمتها. ومن بعد كملت شغلاتي. الدجاج وجدتها هي والدجاج، قليت البطاطا، خليت كل شيء واجد وجيت دركا رايحه نطيب فقط. هكا نروح نقسم العجينه تاعي. هنا قسمتها أنا على 6 ونكورها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. يعني من الافضل تقسموها غير على 6، هكا بعد يجيكم الحجم مليح وتاكلوا حبه تشبعوا. شوفوا هنا بعد ما كملت نخليوها جوست تقعد لنا 10 دقائق. هذاك هو نكون قليت الدجاج تاعي. شوفوا الدجاج تاعي بعد ما كورت العجينه هذيك رحت جبت هنايا هاد الدجاج حطيته في نفس المقله اللي درت فيها البطاطا. قليت مقلاة بطاطا وقليت فيه الدجاج تاعي هذاك. خليه يتقلى لي الدجاج مليح. هنا راني نخدم في كريمه الجبن، كنت خدمتها معاكم بصح معليش راح نكتبها لكم في صندوق الوصف. خلطوا كل شيء في بعضه. درت كاس تاع حليب مع مغرف نتاع نشا، فرماج، شويه ملح، شويه فلفل كحل وشويه ثوم بودره وخلاص. مباشره بعد ما يتقلى لي هذاك الدجاج مليح نعاودو نحطو فوقو الكريمه هذيك. هنايا الكريمه هذه انا جوست كثرت فيها شويه فرماج، حطيت شويه فرماج ربي. والفرماج حطو تاع الميزان اللي عندكم، مثلثات اي فرماج عندكم راح يعطيها واحد الذوق تجيكم يعني بزاف بزاف بنينه.
شوفوا هنايا نخليوها جوست تغلى لنا فقط ونطفيو عليها، نخليوها تبرد لنا شويه ونروحو نبداو نطرحو في العجينه تاعنا. العجينه تاعنا شوفوا مش يعني مهما ترقوها مش حتجيكم يابسه، يعني مش حنرقوها خلاص، نخليوها جوست هكا يعني فيها كما يقولوا فيها اللحم شويه هكا نطرحوها. هنا بالك تبان لكم شويه كبيره بصح راهي صغيره. هنايا شوفوا عندي صوص طوماط مع شويه هريسه، هنا تقدروا تستغناو عليها عادي اذا ما حبيتوهاش ما تحطوهاش. حطوا طول البطاطا وحطوا فوقها الدجاج تاعك مع كريمه الجبن، خلطوا كلشي في بعضه، خليوها فوق النار تاعك وطفيو عليها. راح نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف وسهله خلاص، يعني ما تعبكش خلاص، تقدري ديري العجينه وتحضري الحشو، يعني منين تقعدي منين تكوني قاعده تروحي تحطيهم توجديهم وطيبوا، يعني ما كانش اسهل منهم صدقوني. اذا جربتوا هذه الوصفه راح تعتمدوها، يعني توليو دائما منين ما تلقاوش طيبه تروحوا ديروا هذه الوصفه. ورايحه ندير لكم غير الوصفات، تابعوني وديروا فعلوا الجرس وديروا الانجام لا فيديو هكا اي فيديو نحطو يطلع لكم. شوفوا هنايا انا طيبت في الطاجين، تقدروا نتوما طيبوا في المقله يعني تكون ما تلصقش. نروحوا نحمروها من تحت ونزيدوا من الفوق. احنا رايحين نحمروها بالجناب في الجناب شويه بهذا الشكل، يعني المنظر تاعها برك راهو يشهي صدقوني. يعني تنساو التاكوس تاع برا خلاص، مع هذيك العجينه واحد الذوق فيها يعني روعه. حطي مع هذيك العجينه مع هذاك الحشو راح يجي يعني ذوق اكثر من رائع. شوفوا هنايا بعد ما حمرتها، شوفوا حمروها كيما قاعده نقول لكم راني نحمر فيها في الجناب، حمروها من تحتها يعني حمروها مليح وخلاص. يعني مصدقوني مش ما في الطياب ما تعبكمش خلاص، رايحه توجد لكم بالخف. شوفوا هنايا انا وجدت هذوك الزوج الاولين، جيت نكمل الصور ونكمل الاخرين نحطهم ضربه واحده مع في 4 يطيبوا مع بعضهم. يعني ما من العجينه اذا حبيتوا ديروا غدا وعشاء عادي ما يصالحها والو، خليوها في الفريجيدار والعشيه ديروا خدموا بها عادي. وهنا هذا هو الساندويتش تاعي حبيت نقسمه معاكم. هنا في الكاميرا راح ما يبينليش مليح بصح صدقوني البنه تاع ولي وصلت لاخر الفيديو نقولك عزيزتي غير ما تنسايش ديري لي جيم لا فيديو وتفعلي الجرس هكا بيوصلك كامل الفيديو اللي نحطه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات رائعه اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه.